السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا الريدنج الأولاني في يونت 2. تعالوا نبص مع بعض الجزء الأولاني هنعمل فيه إيه ونذاكر فيه إزاي. معانا بقى النهاردة المذكرة بتاعتنا اللي جهزت دي. تعالوا نتفرج كده إيه اللي هناخده وركز قوي. أولا الكلمات بتاعت يونت 2 أخف سنة من يونت 1. بص على الكلمات، بيقول هنا إيه: stare at, community, light up, isolated, slip, irresistible, mirror, volunteer, optimism، وطبعا هناخد عكسها pessimism وoptimistic، saplings اللي هي أشجار صغيرة، mood، transform، fade، support، overwhelm، confidence. جميل. الديفينيشنز بتاعتي بيقول هنا كلمة community، وأنا طبعا لما هذاكر community لازم أبقى عارف أقارنها بإيه. هي في كلمة قدامها كلمة. community معاها إيه يا حبيبي؟ society مجتمع كله. community مجموعة جوه المجتمع ليها عادات وتقاليد خاصة بيها. فنقول مثلا community of the students، community of doctors، community of drivers، community of engineers. هو مجتمع مهندسين بيتكلموا بلغة واحدة بطريقة واحدة بيفهموا بعض. لكن السوسايتي مجتمع كله. وبما ان احنا قلنا كوميونتي والسوسايتي، نزود بقى من عندنا كلمه ايه يا سيدي انت وهي؟ سكت. SECT دي فصيله او فئه. عايزها معاك. people who live in the same area have something in common. بس ده كلهم بقى الحته بقى مجموعه واحده بقى. ماشي. فالنتير ده حد بيعمل حاجه من غير ما يدفع له فلوس، فقال person who works without any pay to help others without pay أو payment يعني. transformed ده متحول. completely changed in a positive way، يعني هنا في التكست بتاعنا بيقول إن هي بطريقة إيجابية. saplings دي young trees اللي هي الشتلة. لما بنيجي نزرع حاجة كبيرة، شجرة كبيرة، ما بنجيبش شجرة كبيرة من مكان ونزرعها، يا إما بنحط بذر يا إما بنجيب شتلات اللي هي بتروح في أماكن صوبات زراعية في الغالب بيتم زراعة البذور، وناخد بقى الحاجة جاهزة عشان ما تموتش. support to give help or encouragement to someone. confidence believe in your own abilities. تعالوا نبص مع بعض. grades هقف برضو عليها. grade درجة. to some grade إلى حد ما. ماشي. طب وعكسها بقى أو الكلمة اللي معاها إيه؟ degree لأ. خلي بالك degree ديت لو بصينا عليها هنلاقيها مثلا 50 degrees اللي هي درجة 50 بتاعت درجة الحرارة. برضو معاك ايه يا سيدي؟ جريد السنة الدراسية قلناها، وجريد يرتب او يخلي الحاجة بخطوات. جريدد اللي هي متدرجة يعني. طيب سيم يبدو. فريندلي خلي بالك دي صفة واخرها ال واي، ومهم جدا 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 لما اجيب الظرف بتاعها اقول in a friendly way، ما تحطلهاش ال واي تانية. ما بقولش فريندلي، مفيش الكلام الاهبل ده. زي lovely ما بقولش lovely، مفيش ده، مفيش الكلام ده. in a lovely way، in a fatherly way، in a friendly way. bread warmly وgentle. تعال نكمل الكلمات برضو بتاعتنا اللي ناخد بالنا منها واحنا بنشتغل. hug، smile، invite، chat، soft، sound، rain، tap on، window. ده كلمات قديمة بقى. change، on، neighbor، وممكن تقولها POUR. small، basket، cover، clean، cloth، قماش. خلي بالك cloth قماش. warm، oven، bake، fresh، help، cousin، homework، face، fill with، realize يدرك، ودايما تقارن بكلمه recognize. قلت لك في حاجات كده ايه لازم انت عارفها، لازم انت وانت بتفكر فيها انت مركز معايا ايه اللي بيحصل ده. فقال هنا ايه؟ قال realize يدرك حاجه. فانا قاعد في الامتحان كده بحل السؤال الاولاني، ما انا كنت بقى ما بذاكرش وما بعملش اي حاجه طول السنه، لقيت نفسي مش عارف احله. السؤال الثاني مش عارف احله. السؤال الثالث مش عارف احله. انا كده فهمت ان انا هسقط اصلا. I realize that I'm going to fail. خلاص يا باشا فين اكزام ده؟ ليه؟ فهمت ادركته. لكن انا ما شفتش حد بقالي فتره بنقول عليها recognize. اسمها ايه؟ recognize. وعلى فكره
مش خطأ شائع كبير جدا جدا ان حضرتك كلمه ريكوجنايز الناس بتحسبها الرؤيه بالعين بس. لا لا لا، ده حد كلمني في تليفون وقعد يقول لي هو انت مش عارفني، فبرد عليه واقول له I'm sorry but I can't recognize you. يا حبيبي انا مش قادر اتعرف عليك من صوتك. كمل. knock feel better heart kindness upstairs keep kept difference. وطبعا الكلمه والمشتقات بتاعتها derivatives isolate isolation isolated resist resistance resistant support. وبعدين عندي optimism optimistic اتكلمنا فيها مع بعضينا احنا ديت. انزلي بقى تحت دي، خليها في اللي تحت ديت. support supportive المفروض نقط هنا. confident confidence وconfide بقى كمان اللي هي يثق. عندي isolated وعندي كلمة overwhelmed. دي ايه بقى؟ دي كلمات مهمة جدا ابقى عارف العكس بتاعها ومعناها. طبعا ديت swamped دي المعنى بتاعها، خلي بالك المعنى بتاعها يا سيدي calm relaxed unburdened. عكسها بقى burdened و delugged وswamped. ديت انت بص يعني خلي بالك اللي هي الحاجه ديت مغرقاك، خلي بالك هي غارق او مرهق او ممكن تقولها overwhelmed with happiness. دي موضوع تاني يعني، انا يعني لازم تفهم معنى الكلمه دي كويس قوي. overwhelmed دي ممكن يبقى معناها نيجاتيف، ممكن معناها سلبي، معناها ايجابي، يا دي يا دي، ساعات طبعا ما تحطها في الجمله. طيب هنا بيقول swamped delugged وburdened، دي كده معناها غرقان، ده كده معنى. العكس بقى بتاعها هادي، يبقى دي العكس ودي معنى. دي calm relaxed burdened. طب هنا isolated، عكس isolated ايه؟ connected social integrated. طيب المعنى بتاعها ايه؟ lonely excluded solitary. حب الكلمات دي حلوه. كمل بقى. friendly بتساوي amiable sociable. طيب انا بذاكر دول ازاي؟ في قاعده في المذاكره بتاعت الكلام ده. اعمل ايه انا؟ انا ببص على الكلمات لقيتني مش حافظها كلها بتتحفظ، طب انا عارف منهم خلاص، اللي عارفه ما بقراهوش تاني. اخد الجديد بقى. unfriendly hostile unsociable clean spotless pure dirty soiled messy warm hot mild heated cold cool freezing fresh. ماشي شغال بقى. no recent unspoiled stale old spoiled irresistible اللي هي captivating compelling resistible repulsive gentle tender soft mild harsh rough severe soft. خلاص احنا اتفقنا على دول مفيش اي مشكله فيهم. تعالى بقى بص هنا feel overwhelmed يشعر هنا معناها في التكست بتاعك يشعر بالايه؟ بالارهاق. sit by قاعد جنب حد. stare at قديمه. mirror mood feel isolated knock at the door covered with و big fresh bread. تعالى wrap around for the first time in days tap on the window make difference. انا محتاج دي كويس قوي. keep thinking about filled with optimism or filled with pessimism make feel better change your own ايه؟ your own heart. تعالى يا سيدي نشوف القطعه بتاعتنا اللي معانا في reading ايه الحكايه بتاعتها. it was a difficult week for Sama. her grades were slipping. she felt overwhelmed by all her school work. يعني بيقول ايه؟ درجاتها بتهرب منها وهي حاسه ان هي غرقانه بالهوم ورك بتاعها. يبقى overwhelmed عندك في التكست بتاعك مش معناها ايجابي، معناها هنا ايه؟ سلبي. طيب on انا محتاج اركز جدا. الايام بتاخد on، حضرتك بتكتب ورايا. الشهور بتاخد in والسنين بتاخد ايه؟ in. ده كلام قديم جدا بس في نص الكلام نركز فيه. On Thursday afternoon she sat by her window staring at the gray sky that seemed to mirror her mood. gray sky السماء الرمادي عامله ايه؟ عكسه المود بتاعها. مودها رمادي مش ابيض ولا اسود. She hadn't spoken to many people lately. بص كده ما اتكلمتش مع حد من فتره. and felt isolated حاسه انها معزوله. في عندي isolated اللي هي دي بعيد عن الناس وinsulated ممكن اكتبها لكم عشان يبقى الكلام ايه؟ باين علينا فيها دي. بص كده اسمها insulated.
دي لما انا اجيب كابل زي ده كده مثلا واعزله بشكرتون، اعزله بماده عازله، اعزل الارض بماده عازله اسمها انسيوليت. ماشي. ايزوليت بعيد عن الناس او في مكان بعيد خالص. Then there was a knock at the door. It was Miss Aya, the friendly neighbor who lived upstairs. Lived downstairs. She had a small basket covered with a clean white cloth, still warm from the oven. Okay. I baked some fresh bread this morning. أنا جبت لك حبة حاجات. Miss Aya said warmly. I thought you might like some. The smell was irresistible. لا تقاوم. كلمة من الكلمات اللي عايزها. المهم بقى عندي مش الكلمة، الكلمات اللي بتسويها ولا عكسها، ده مهم عندي جدا. Wrapping لافف around سما like a gentle hug. طيب جميل. سما smiled for the first time in days and invited her in for tea. تعالي اقعدي اشربي شاي معايا. They sat together chatting about small things called plants and Miss Aya's garden while the soft sound of rain tapped on the window. ده بيوصف لك اللي حصل كامل. Slowly Sama felt her worries began to fade. الورز بتاعتها بدأت تهدى. فقال هنا إن before leaving Miss Aya said sometimes the smallest kindness can make a big difference. Sama kept thinking about those words. She decided to help her younger cousin with homework that evening. Seeing her cousin's face light up filled her with optimism. وشها كان غامق بعدين نورت كده، خلاها بقى ايه عندها optimism. She realized that kindness doesn't just make others feel better, it can change your own heart too. حلو. Isolated insulated شرحناها. Community society شرحناها. Chatting و chatted يعني دي الاثنين ده الفعل، و chatted ديت دي الماضي بتاعتها. Chatting لسه بيعملوا حاجة. before دي احنا اتكلمنا ايه يا سيدي فيها. كده ده الريدنج الاولاني بتاعي. هحل لك حبه جمل برضو زي ما احنا اتفقنا مع بعض على الكلام ده وتصححهم وتشوف بعد ما تذاكر الكلمات، بعد ما تذاكر اللانجوج نوتس بتاعتك، بص على الحاجه اللي هحلها معاك. ده كان البارت 1 في يونت 2 اولى ثانوي. اشوفكم في ريدنج تاني. سلام عليكم. اشطر اب تعليمك بقى اشطر.